والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تاريخ هذا التصوير والتسجيل هو يوم الأربعاء 17 صفر 47 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ل 13 غشت 2025. أقول وما توفيقي إلا بالله. هذا هو الدوار ديال عبد الله بن الحاج بعين السبع، الدار البيضاء. عمر هذا الدوار جاوز 110 ديال السنوات، وخلال هذه الفترة عاشت أجيال. وفي بداية ظهور هذا الدوار نشير بأنه اشتهر عنه ما يلي: أولا كثرة الحفاظ لكتاب الله عز وجل، وأيضا المحفظين لكتاب الله. وهكذا بدأ الفقيه السي الحسن حيار رحمه الله في الأربعينات، بدأ كيحفظ القرآن في المسجد اللي كان عنده في الدخلة ديال القوس الأول من الدوار، وحفظ على يديه عدد كثير من الحفظة للقرآن، ومنهم الآن من هم أئمة في بعض المساجد داخل المغرب وخارجه. وكذلك كان بجانبه الفقيه السي عياد الله يرحمه، كان كيصلي بالناس في هذاك الدوار، وكان كيحفظ أيضا القرآن. وكانوا كيحفظوا حتى الإناث، كانوا كيحفظوا الذكور ويحفظوا الإناث. وقد سبقه السي عياد رحمه الله في هذاك المسجد اللي كان يصلي به، سبقه الفقيه السي الحسن الطحان رحمه الله. وأما الفقيه الوجدي فهذا كان إمام أيضا في مسجد اللي هو في الدوار كيسميوه مسجد دكالة، كان كيصلي بالناس الفقيه الوجدي رحمة الله عليه. ومن بعد كان السي طاهر بوعلام رحمة الله عليه، وآخرهم السرغيني رحمه الله. وكان الدوار كما قلت اشتهر بكثرة حفاظ القرآن. كان الحاج السي محمد فرغب، الحاج الحسن، السي حسن الدليمي، السي الصديق، السي صالح، السي عبد الله الشيضمي، السي دار، السي علي، السي عمر، مولاي الحسين. يعني كثير من الحفاظ كانوا في هذه المنطقة هذه. وأيضا امتاز اللي كانوا كيحفظوا القرآن، امتازوا بجودة الرسم، بجودة رسم القرآن. وكذلك هذا الدوار كغيره من الأحياء خرجوا منه ناس يعني كيعملوا في شتى أنواع الأعمال، من تعليم من كغيره من الأحياء. ومما اشتهر به هذا الدوار أيضا في اشتهر عنه في بدايته أنه كان كثير الإحسان إلى المحتاجين، فكانوا الناس كيتعاونوا فيما بينهم، الناس اللي عندهم كيعاونوا جيرانهم اللي ما عندهمش. ماشي كان أمرا مشتهرا. ومن باب يعني ما تذكرته، لأن أنا 60 عام اللي دوزت تما في هذاك المنطقة، 60 سنة. فكان واحد الفران تما ديال المعلم مبارك الله يرحمه والفقير حجوب رحمة الله عليهما، كان عندهم واحد الفران تما، وكانوا دايرين واحد المسألة أن الناس الأرامل ما يخلصوش الخبز، اللي أرمل يعني المرأة مات الزوج ديالها ما تخلصش، وكذلك الناس اللي عندهم إعاقات ما يخلصوش الخبز، وكذلك حملات القرآن. هذا كان مما اشتهر به الناس هذا. وكذلك اشتهر الدوار تما بالقوابل، كانت في بزاف النساء اللي كيقبلوا في عين السبع، هما من الدوار تما وكيقبلوا النساء الحاملات. كان موزنة رحمة الله عليها هذه المرأة الفاضلة. وكذلك كانوا النساء تما بزاف اللي كيغسلوا، النساء المرأة اللي ماتت كيغسلوها، كانوا كالحاجة زينة رحمة الله عليها وغيرهم. هذه مما اشتهر به الناس ديال الخير في هذا المكان. وكذلك مما اشتهر عن هذا الدوار هذا أنه كان يكافح الاستعمار أو الاستخراب الفرنسي، إلى درجة أن أحد الخونة قتل هناك داخل الدوار. هذا من الأمور اللي اشتهر بها الدوار، حتى يعرفوا هذه الحفدة بأن راه إلا تهدم الحيط ما خصوش تهدم التاريخ، لأن الهدم نوعان: هدم حسي وهدم معنوي. فالهدم الحسي كيعرفوه الناس كيريبوا الحيوط، ولكن الهدم المعنوي يتهدم واحد التاريخ ديال واحد المنطقة. فأنا الحفدة وهاد الأولاد اللي طلعوا يعرفوا اش كان تما في هذاك الدوار، كان القرآن، كان تحفيظ القرآن، كان الإحسان، كان الخير،
كاين تعاون بين الجيران، كالأخذ بيد الضعيف إلى غير ذلك من المزايا التي رغب فيها ديننا الحنيف. ومن نعم الله الجليلة على هذا الدوار وجود البحر. فهذه النعمة ديال البحر كانت نعمة عظيمة على هاد الناس ديال هاد الدوار هذا، فكان أغلبهم يسترزقون ويقتاتون من نعم البحر. هذه كانت مسألة معلومة. وحتى النساء، حتى بعض النساء مساكن اللي كيكون الزوج ديالها مات أو ضعيف، فكانوا أيضا كيعملوا في البحر باش ما تمتش يدها للناس، فكانوا كيتقوتوا من البحر. حتى حيل بينهم وبين هذا الطريق، يعني هذا الطريق اللي ولات في الطريق هذا المشروع الجديد، فحيل بين الناس وبين الاستفادة من نعم هذا البحر، وكان بدون إعطاء بديل، ما كانش بديل للناس. ومن باب من باب يعني التذكرة، كان الحاج بشعيب العيساوي رحمة الله عليه، والحاج بشعيب الأحمر باقي الآن رجل ديال 90 سنة وما يزيد، كانوا كيعملوا السد ديال في البحر، وكانوا الناس يفرحوا ملي كيكون السد، لأن كل شيء المنطقة كلها عن آخرها غتاكل الحوت، لا اللي غادي يخلصوا اللي عنده باش يشريو ولا اللي ما عندهمش كانوا كيعطيو للناس، فكانت المنطقة كلها يعني تستفيد. هذا كله يعني وكان ايضا هذا البحر متنفسا للناس، ولذلك الحمد لله هذا الدور ما كانش فيه جرائم. يعني بعض المناطق كتلقى فيها جرائم القتل وكذا، فكان هذا الدوار حفظ الله من هذه الجرائم. كان حتى هذا البحر يعني فيه متنفسا للناس، يخرجوا الناس يتنفسوا فيه. ثم انتقل الى الحديث عن شركه ديال الفوسفات اللي كانت يعني مجاورة لهذا الدوار. وهذه الشركة أنشئت في 1924، عندها أكثر عمر ديالها الآن أكثر من 100 سنة، وباقى الحمد لله باقى قائمة هذه الشركة. وانتفع منها أيضا بعض الناس ديال الدوار، فكانوا كيعملوا في البحر، الرزق ديالهم من البحر. فمن اللي ما كيبقاش يعني فصل الخريف فصل الشتاء ما كيبقاش يقدروا يستافدوا من البحر، كانت الشركة باعتبار أنها كانت شركة للمواد الفلاحية، فكان كيعملوا فيها، كانوا يعملوا فيها في هذيك 6 شهور ولا كذا، فكان ينتفعون من البحر، ومنهم من ينتفع أيضا حتى من شركة. وهذا كان الحمد لله. والله هو الذي يسخر لعباده أسباب الرزق، الإنسان غير يبحث على الرزق الحلال. وأيضا مما أذكر هذا كيدخل في باب الإحسان، أن هذوك الناس اللي كانوا كيعملوا غير في البحر طبيعة الحال من اللي ما كيبقاش الأيام الشهور ديال العمل في البحر، فكان بعض التجار جزاهم الله خيرا في المنطقة كانوا كيخفوا عليهم، منهم السي محمد رحمه الله. فكان هذا كيجيو يتقداو عنده 7 شهور 6 شهور 8 شهور حتى يعملوا في البحر، عاد يخلصوا ليه ما كيطلقهم، يبقاو كل شهر يديو السلعة حتى يعملوا في البحر ويسترزقوا من البحر في الأيام ديال البحر، ويخلصوا ليه ديك 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور. فهذا كان من باب التخفيف على الناس. وهذه الشركة كان عندها واحد الحي في ديال الفوق فيه الموظفين ديال الشركة، كانوا بكري كيسكنوا فيه نصارى، ثم بعد ذلك سكنوا فيه الموظفين ديال الشركة، وهذو خرجوهم عن طريق المحكمة. والآن راه هذاك المكان راه تبنى فيه المركز التجاري كما تلاحظون على الصورة، وكذلك فندق أو كذا في المكان اللي كانوا فيه السكان. وأما الحي اللي فيه المسجد، حي الفوسفات، هذا تابع للشركة، وباقي إلى الآن في ملكية الشركة، وباقين فيه الناس اللي والديهم كانوا في الشركة وشدوا التقاعد وبقوا الأبناء ديالهم. فهذا الحي هذا يعني كان ملي جا باش كيحصيو الدوار ديال عبد الله بالحاج، فبمكالمة واحدة دخل هذا الدوار حتى هذا الحي اللي هو تابع للشركة دخل في الإحصاء، وتحصى مع الدوار اللي هو محسوب ديال دوار الإحصاء. ومما يذكر في هذا الحي كان واحد مستوصف للعلاج الأولي كان داخل هذا الحي، كان واحد المستوصف، وكان النقل المدرسي هذا من الخمسينات، كان النقل المدرسي إلى غير ذلك من المزايا التي يسرها الله تعالى لأهل هذا الحي. ومن حسنات هذه الشركة بناؤها لمسجد الفوسفات. كما تلاحظون هذا المسجد كان قبل منه مسجد مبني بالقصدير، وهذا سبقوا فيه 2 ديال الأئمة،
ثم هذا المسجد هذا بنته الشركة في 1973 بالتصميم ديالو، راه موجود إلى الآن بالمصادقة عليه، وفيه جوج ديال الطوابق، طابق للرجال وطابق للنساء، تقريبا واحد 300 متر في كل طابق. وجاليه الوالد عندي رحمه الله السي الحسن، جاليه في عام 1966 وبقى فيه حتى توفى رحمة الله عليه في 1994. وكما قلت سبقوه جوج ديال الأئمة. والجمعة ما كانتش في هذا المسجد حتى العام 1993 عاد بدات الجمعة في هذا المسجد ديال عبد الله بن الحاج، هذا اللي هو كيتسمى مسجد الفوسفات، وقد انتفع بها خلق كثير. وللأسف الشديد أشير إلى واحد المسألة، وهذه تدل على مسخ الفطرة عند بعض الناس، وهي قولهم الجامع هو غادي يريب والجامع غير يريب الجامع، وكأنهم كيتكلموا على مقهى أو على ملهى. المساجد لها حرمة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمسجد كيكون وقف على التأبيد، لا يكترى ولا يباع ولا يشترى ولا المسجد كيبقى على التأبيد. فهذا للاسف شكون اللي قال غادي يعيش تبدا يسمع بحال هذا الكلام، راه غير يبوج حتى الجامع غادي يريب، كيف كانوا بحال كيتكلموا على الجامع من حق الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لانك تتجاوز الحق ديال المخلوق وكتمشي للحق ديال الخالق، وهذا غرور، وهذا كيدخل في باب الغرور وفي باب العجب وفي باب الاستهانة بعظمة الله وبغضب الله عز وجل. فهذا المسجد ايضا هو ماشي مسجد ديال الساكنه، حيت كاين بعض الناس كيقول لك مسجد ديال الساكنه، المسجد ما عمر كيكون ديال شي ساكنه، فين ما كان شي مسجد للمصلين، فين ما كانوا المصلين. راه ملي كتمشي لبلاد الصين وتبغي تدخل شي مسجد ما كيقولكش عطينا الجنسيه ديالك منين انت ولا ساكن هنا ولا مسجد، ملي كيكون المسجد راه مسجد للجميع للمصلين. وكما تلاحظون فعين السبع الآن تبنى فيها العمارات وتبنى إلا المساجد، ما تزاد فيها حتى شي مسجد نهائيا، آلاف الناس دابا كيسكنوا. وهذا المسجد اللي هو مسجد الفوسفات كيصلوا فيه الناس من الساكنة، وكيصلوا ليه الناس من خارج الساكنة، من عين السبع كيجوا من أحياء أخرى. هو جعل طريق رئيسية ما بين المدينة وما بين المحمدية، ما بين الدار البيضاء والمحمدية. إذا المقصود أن هذا الكلام لا يليق باش يقول الإنسان المسجد يريب، غير يريب المسجد بيت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله تعالى له يغار على حرماته، وحتى إذا دعات الضرورة الشرعية لهدم المسجد فما كيتهدمش المسجد حتى يبنى غيره، حتى يتبنى الآخر عاد كنحل، ما كيتعطلش دور المسجد نهائيا. ثم بالنسبة للمساجد الله تعالى كيقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالخراب مقصود به نوعان: خراب حسي هذا كيفهموه كاع الناس الترياب، والخراب المعنوي هو تعطيل دور المسجد وتعطيل عمل المسجد، وهو أشد. وقبل أن أختم أيها الإخوة الكرام، قبل أن أختم أشير إلى أن هاد السكان اللي ساكنين هنا في هاد الدوار كما قلت واحد 120 سنة، سكنوا والديهم واحد 50 عام، شدوا عليهم ولادهم إلى الآن، وعاشوا في هذاك الضيق وعاشوا في هذاك يعني هذاك القهر ديال السكن، والحمد لله غادين وحمد الله عز وجل. فالسؤال أسأل: لماذا استثنوا من مشروع البقاع؟ علاش؟ مع العلم أن هذا المشروع كان للجميع، جميع من نقلوا كان استفادوا من هذا المشروع، مشروع البقاع. قد يقول قائل: ورا ما بقاوش البقع، أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، ولماذا قد تفوت بعض دابا شحال كاين تما في هذاك الدوار ديال عبد الله بن الحاج، كاين واحد 2 كتارات ديال الأرض، فقد تفوت لبعض الناس عشرات الكتارات بصفة من الصفات، وهنا كنقولوا راه ما كاينش فين يمشيو هاد الناس. فهذا حقه، وحنا كندعيو مع هذا الإنسان اللي نهار الأول عطى هذه الفكرة ديال هاد الناس المستضعفين يجي واحد ويبني لهم، فهذا تخفيف على الناس، جزاه الله خيرا صاحب هذه الفكرة، نسأل الله تعالى ينفعه بهذا التخفيف وبهذا الرفق على الناس، فقد رفق بالناس. يعني هذا الأول، الإنسان الأول اللي قال بأن هاد الناس يمشيوا وياخذوا يجي واحد يبني ويسكن، يعني رفق بهم وأبعدهم عن المصيبة ديال الربا. فهذا الرجل اللي كان سبب في هذه الفكرة فله العون من الله وله من الله التوفيق. ومما يلاحظ أيضا أن هاد الناس مساكن كيكتبوا رسائل الإدارات ما كيجاوبوهمش نهائيا. كتكتب رسالة بتوقيع 200 واحد من السكان
كتكتب الجهات، تكتب العمالة، تكتب الولايات، تكتب هنا، ولا جواب منذ 2022 ولو جواب، وهذا لا يليق. ناس 200 جاوبهم على الأقل، جاوبهم. احنا هذه الرسالة توصلنا بها، وعندهم الناس حجاج على هذا الشيء، على هذه الرسائل مطبوعة بأن تسلموا، ولا جواب من أي جهة، وهذا لا يليق. كأن الأمر مفروغ منه، يعني بلا ما تصدعوا راسكم، هذا أمر ما فيش نقاش. وبالمناسبة نصحح واحد الكلمة اللي هي شركية اللي كيقولوا بعض الناس، وهي كيقولوا المخزن اللي بغى يديرها يديرها، هذا من اختصاصي لا، هذه صفة من صفات الله، لا يجوز الإنسان يقول هذا الكلام، لا يستطيع شي حد في الكون كما بغى يكون يدير اللي بغى هو. فالله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في المشيئة ديال الله. أما المخزن وغيره فهو في غادي بقدر الله، ماشي بإرادته، ماشي بمشيئته. فالله تعالى هو الفعال لما يريد. ثم هاد الناس اللي كيخرجوا كيكروا، بعض المنافقين كيروجوا كيقولوا راه كل شيء راه عندهم، راه كل شيء عندهم. انا قلت 60 سنه وانا هنا في هذه المنطقه، انا جابني الوالد رضيع تما لهذاك الجامع رضيع، وعشنا مع ناس وكنعرفوا الناس اللي خرجوا الان كيخرجوا قهرا خوفا، لان شافوا ضواور اخرين جداد، خافوا لا يكون هذاك التدخل بهذيك الطريقه وغادي يتشردوا، خافوا فقط. كاين اللي مشى كرا كراج، كاين اللي مشى ما بغوش يكريو ليه، قالوا انتم جايين لنا من كاريان غادي تسكنوا لنا واحد 6 شهور ما تخلصوناش. فالناس كيعيشوا الان واحد الحاله نفسيه، واحد القهر نفسي ومادي. فما غاديش نقولوا ملي خرجوا الناس راه عندهم، هذا خطا. الانسان يتقي الله في هذا الكلام. الناس خرجوا مكرهين، كاين الناس اللي عندهم، ولكن كاين الناس اللي لا يملك قوت يومه، مضطر خرج مكرها كيبحث دابا في اي مكان. علاش؟ خايف من القهر وخايف من البطش فقط، هذا هو الخوف اللي كان عنده. فليس كل الناس يملكون يطيقون هذا الكراء. واقول للعقلاء ما نغفلوش على السنن ديال الله في كونه، لان الاغترار بالقوه واستضعاف عباد الله عز وجل والاتيان بوسائل الاعلام اللي كتنفس الناس، وكتذاك الغضب كيمشي مع البرد، كيجيبوا لهم الميكروات، واش داك الشيء مشى في الهواء، ها داك الشيء راه معروف. فهذا ينذر بعقوبات الهيه عاجله. ولهذا الانسان خصو يحتاط لواحد الايه في القران الكريم، وهي قول الله عز وجل: فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لما كيكثر الاعتداء وكثر ويقول الانسان شو قاع كاع، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. طبيعة العمران، الله تعالى قال صالح قال لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أمركم بعمارة الأرض. رغم طبيعة الحال الله خلق العمران يتجدد، ماشي نقولوا لا خصو يبقى هذاك الشيء هكذا، لا، أو كخلق الله طبيعة الحياة يتجدد العمران ويتجدد على حسب الضرورة وحسب حاجة الناس، ولكن أن يتجدد العمران لا على حساب حقوق الغير، لأن الله لا يبارك في هذا العمران، لا يبارك فيه مستقبلا، بل يكون على حساب يعني مجاوزة حقوق الناس والضغط عليهم وقهرهم بالقوة المادية. فهذا ينذر. ولذلك شحال ديال الأنظمة في الأرض أتاها الله من حيث لا تحتسب، لأن الله عدل، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. راه النصر والرزق يأتي من جهة يعني التخفيف على المستضعفين والضعفاء. المقصود الضعفاء المستقيمين الصالحين، ماشي الضعفاء المنحرفين، لا، المقصود بالضعفاء المستقيمين. فالرزق يأتي من جهتهم والنصر يأتي من جهتهم. ثم أقول: ولو انتقل أكثر الناس إلى الكراء، راه باقي الناس الآن ما قررش فين يمشيو وما عندهمش فاش يمشيو، راه باقي الآن. فهذا يعني من باب التذكير أن يبقى حتى يوصل بعد على الأقل يبقاو الناس حتى يتهيأ المشروع، ما يبقى غير واحد الشهر ويتهيأ يعني المشروع، ولكن الناس يعني يتم المشروع كما بدأ، والأجر لسابقه أن الناس يخيرون بين البقع والشقق. وما غاديش نقول شكون المستفيد حقا، واش اللي غادي يدخل تما الملاير اولا المستفيد اللي غتصيفطوا انت ل 17 مليون صيفطوا 10 مليون، شكون اللي غيستافد حقيقه. فالمقصود ملي كيكون العدل الله تعالى يبارك، وملي كنتجاوزوا العدل الله تعالى راه ياتي للانسان من حيث لا يحتسب. واقول وكذلك اقول للعقلاء على ان يتقوا الله في المستضعفين، واخر ما اختم به كلمه كان كيقولها
كيقولها لنا، يقولوها بعض الناس الأوائل ودركناهم هنا في هاد الدوار، كانوا كيقولوا واحد الكلمة بها أختم، كانوا كيقولوا مال الدموع كيمشي مجموع. المال اللي غادي نجيبوه بالدموع نبكيو عليه الناس ونخليو الناس يبكيو ليل نهار، راه ما فرحوش به في المستقبل، لا بد يمشي مجموع، لا بد أن الله تعالى لا بد أن ينتقم لهذيك الدموع ديال الناس. فنسأل الله تعالى أن ينفس عن كل من ينفس عن عباده المستضعفين، وأن يضيق على كل من يضيق على عباده المستضعفين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول للناس اللي عاشرناهم وكذا ما قال الشاعر: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.